أن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي. إن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي. ولقد استشعرت القوات المسلحة انطلاقا من رؤيتها الثاقبة أن الشعب المصري الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته. وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها، وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها، واقتربت من المشهد السياسي آمنة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة. لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مبنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة. منذ شهر نوفمبر الماضي 2012 بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية والوطنية، وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه. كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة. وفي إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 22/6/2013، حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصري. لقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني وضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه. إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة 48 ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك
لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام. وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة دور الجناية خلال المرحلة الانتقالية، ويتولى رئيسا جديدا لرئيس المحكمة الدستورية العليا وفق إصدار إعلانات دستورية. انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. وضع ميثاق شرط إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيلة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في القرار في مواقع السلطة التنفيذية المختلفة. تشكيل لجنة عليا للمنسحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية والقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. تهيئ القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة الدماء الأبرياء. وتحدد في أنها ستتفق بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل القوة والحث للتعريف عن السلمية وطبقا للقانون وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية. توجه المواطنين التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء والشرفاء المخلصين على ضميرهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الاعتذار لتستثنى عن اللعبة.
اللي مش هينزل دلوقتي انا هدي الحته بعد اذنكم انزلوا بعد اذنكم انزلوا يا جماعه بعد اذنكم يا جماعه انزلوا يا جماعه يا جماعه